السلام عليكم. النهارده هنعمل أكلة عظمة، أكلة كلنا بنحبها، أكلة الكوارع. يلا بينا نبتدي. أول حاجة بتغسلها حلو. طبعا ما صورتش موضوع الغسيل دوت، لكن هقول لكم عليه. بنجيب معلقتين دقيق، على شوية خل، على شوية ملح، وبندعكها فيهم وبنغسلها كويس جدا. وبعد كده بصراحة بغسلها بمية سخنة. وبعدين بكون غليت المية لازم تكون بتغلي اللي بتحطيها فيها. بنكون مجهزين الحاجة اللي بنحطها للشوربة. طبعا ما متعودين نحط طماطماية، نحط البصل، نحط اللوري، الحبهان، وحبة فصين مستيكة برضو هما بيخلوا لها طعم كويس. طبعا الفلفل الاسود، يعني لو ما فيش حصى ممكن نحط عادي، بس الحصى احسن عشان ما يغيرش لون الشوربة. كده فصين المستيكة هما. بعد كده بنسيبها تاخد غلوة ليه؟ عشان لما يطلع ريم على الوش احنا بنشيله. خلاص كده احنا حطيناها والشوربة تبتدي تغلي، ونشيل الريم من على الوش ونغطيها كويس ونسيبها تستوي. كبرنا ساعة الا ربع بتبقى زي الزبدة. انما لو حلة عادية بتاخد ساعة، ساعة ونص. بنسيبها برضو براحتها لحد ما نشوفها نلاقيها استوت. خلاص كده بنركنها على جنب وبنبتدي نعمل الرز. معلقتين زبدة بقى حلوين، مع 3 4 معالق زيت. ونكون غاسلين الرز ومنزلين المية منه كويس، مصفين منه المية كويس. ونبتدي ندي الرز تقليبة في الزبدة. طبعا احنا عارفين الرز لازم يشرب الزبدة في الأول. الزبدة بتغلي في الرزاية علشان خاطر ما تكسرش مننا وما تعجنش. ما شاء الله هي كده شربت الزبدة. طبعا بنحط بعد كده المية، طبعا زي ما احنا اتفقنا ان كوباية المية رز قدامها كوباية مية. يعني عملتِ كوباية، عملتِ 2، بنحط المَيّة، وتكون المَيّة بتاعتنا سخنة. وبعد كده بنحط الملح وندّيها تقليبة ونسيبها تغلي. نسيب الرز يغلي، وقبل ما يتشرّب بثواني تكونوا موطّيين عليه ومغطّينه كويس. بعد كده الرز بتاعنا بيبقى حبّاية بالحبّاية. بعد كده هنجيب بقى نعمل بقى التومة بتاعتنا بتاعة الفتة. برضه معلقة زبدة، معلقتين زيت. بنجيب التوم بتاعنا، طبعًا التوم كان عندي جاهز أهوّة مفروم، معلقة كبيرة. وبنحمّرها، تاخد تحميرة بقى كده معانا كويسة. وبنكونوا محضّرين بقية حاجاتنا. طبعًا بعد كده أنا بنحط شطة. طبعًا ما بتاكليش شطة ما بتحطيش شطة. ما بت بتعمليها بس، تحطي بعد كده الخل بس. إنما لو بتحبوا الأكل حامي بتحطي معلقة شطة معاكِ. كده إحنا بنستنى إن التومة بدأت أهيّة تعمل. وطبعًا بصينا على الشوربة اللي لسه على النار. التومة كده بقت بامبي ما شاء الله. حطينا معلقة الشطة وبنديها تقليبة، ودي شوية الخل بتوعنا. نحط زي ربع كوباية خل، ما شاء الله. وربع معلقة صلصة أو نص معلقة صلصة. دي تقليبة. طبعا الصلصة دي اختياري، مش عايزة الصلصة مفيش مشكلة، انت حرة. بعد كده حطينا لها الملح بتاعها وسبناها تغلي. ما شاء الله الرز بتاعنا اهو استوى. واللحمة أو الكوارع بتاعتنا كمان استوت، بقت زي الزبدة ما شاء الله، وريحتها تجنن. طبعا احنا جبنا عيش ناشف. طبعا أنا حاطة عيش ناشف، مش محمرة عيش. أولًا لإن إحنا متعودين على العيش الناشف عندنا. ثانيًا هي بتبقى سمينة، مش محتاجة بقى تحمير وزبدة تاني وإقدام تاني عليها. كده إحنا عملنا الفتة، حطيت الشوربة على العيش بعد ما اتكسر، وحطيت عليه الصلصة اللي إحنا عاملينها أو التومة اللي إحنا عاملينها وقلبناهم مع بعض. وبعدين حطيت الرز. وبعد كده حطينا الكوارع بتاعتنا على الوش، هيبقى زي الزبدة ما شاء الله. وبعد كده حطينا عليها برضه من التومة اللي إحنا عملناها بالصلصة. ما شاء الله ريحتها تجنن وطعمها جميل. وربنا يحسن ما بين ايديكم. واللي مشتركش معانا في القناة يشترك عشان يجيله كل جديد. السلام عليكم.